بنكمل كلامنا في معرفة النفس والتعامل معها وإزاي تسيطر عليها. النفس كيان متقلب بطبعه، وبتبحث دايما عن الراحة، وبتنجح في إنها تنصب عليك في مسألة الراحة دي، وإنت بطبيعتك بتميل للراحة وبتحب تهرب من الأعمال المتعبة والصعبة حتى لو فيها خير ومنفعة ليك، تحب تأجل وتسوف. فالنفس دايما عايزة الراحة دلوقتي، بعكس العقل اللي التفكير فيه بيكون على المدى البعيد، بيفكر دايما في بكرة. دايما التفكير اللي فيه حماس وحركة ونشاط بيكون هو التفكير العقلي، لكن النفس بتحاول تسيطر عليك بنعومة وبشياكة، ما بتحبش تواجهك ولا تتصادم معاك، دايما تتحايل عليك وتقول لك الكلام اللي يريحك. كل الناس بتعمل كده، اشمعنى انت؟ توريك دايما النماذج الوحشة الكسولة علشان تحس ان انت لا، انت احسن من دول، وانت بتتحرك، وانت كويس. توهمك دايما ان انت احسن عشان ما تحسش بالمسؤولية وتحس بالتقصير، تحس دايما ان انت عامل اللي عليك. والاكتر من كده انها تقنعك ان انت نيتك كويسة ومن جواك ابيض وجميل، وان النية الصالحة تصلح العمل الفاسد. يعني بشكل غريب ممكن انت تنصاع وتصدق ان انت لما تعمل حاجة غلط وتضر بها نفسك وتضر بها غيرك، انا ما كنتش اقصد، انا نيتي كانت خير، فتتقبل عادي اللي انت عملته وتقنعك ان انت صح، وتحاول دايما تمنعك من التفكير الحقيقي في أخطائك، ودايما انت احسن من غيرك، وتكرهك دايما في الالتزام اليومي والمداومة على عمل مهما كان بسيط. من أسرار النجاح في الدنيا والنماذج اللي نجحت، كان سر من أسرار هذا النجاح الالتزام اليومي بعمل معين وتكراره، والصبر عليه والمداومة عليه، واعتباره عادة أساسية مهما كان بسيط. مع التكرار والصبر والمداومة والالتزام العمل ده بيكبر وينجح ويحقق حاجات ما كانش الإنسان اللي بدأها يتخيل إنه يوصلها. النفس ما بتحبش كده، النفس تحب تشتغل يوم وتريح يومين، تتحرك ساعة وتقعد بقية اليوم، وفي كل مرة بتخليك تبدأ من الصفر وتبدأ من جديد
وبعدين تتحرك، وبعدين تركن للراحة والتسويف، وهكذا بتني طول الوقت واقف عند الصفر أصلا وانت مش حاسس، ومتخيل ان انت شغال وتعبان وتتحرك في الدنيا وعامل اللي محدش عمله. فبتخليك دايما بالطريقة دي مشوش، وما تشوفش الحق من الباطل، ما تقدرش تميز بينهم. ومع الاستمرار على التفكير ده وطاعة النفس بالشكل ده، القلب نفسه بيميل للراحة، وزمان للراحة بيقسو. ومع قسوة القلب بتعلى الأنا وحب النفس والتكبر وعدم التواضع، فتاخدك في سكة ما فيهاش رجوع. كأنك غرست في بحر من الرمال، كل ما تيجي ترفع رجلك أو ترجع خطوة تغوص خطوتين. عشان كده الحل إنك ترجع للي قلناه واللي ربنا عايزه، إنك تكون القائد لنفسك، وتجعلها جندي في جيشك، وهي الوسيلة اللي انت بتستخدمها في تحقيق رسالتك. تسمع منها وتشاورها، لكن القرار قرارك انت بعد التفكير المدروس بعقلك وعلمك. وده السبيل في انك تعيشها صح. ان نفسك مش هي اللي تسوقك، لا، انت اللي تقود نفسك وتوجهها للصح. بعد ما عرفت انت مين وطبيعة نفسك ايه ودورها وعايزة منك ايه، وازاي انت تسيطر عليها، هتسأل نفسك سؤال مهم: أنا هنا ليه؟ ربنا قدر إن أنا أجي الدنيا ليه؟ هتسأل نفسك وتجاوب، وهنفضفض مع بعض المرة الجاية. انت هنا ليه؟